بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: موقفان طريفان عن صلاح الدين الأيوبي. طبعا نأخذ راحة من موضوعات الحروب الصليبية ونتحدث عن موقفين طريفين. الموقف الأول أن كان هناك في ميدان الجيزة بائع يسمى صلاح الدين، وكان الإعلانات في الجرائد: صلاح الدين حبيب الملايين، يقوم بالحصول على الأجهزة الكهربائية القديمة ويعطي بدلا منها جديدة مع دفع فارق في السعر. واشتهر شهرة كبيرة صلاح الدين حبيب الملايين، وأصبح هذا الاسم فيه موسيقى جميلة: صلاح الدين حبيب الملايين. فتم عمل اختبار لمتقدمين للسلك الدبلوماسي، فسألوا أحد المتقدمين: ماذا تعرف عن صلاح الدين؟ قال لهم: حبيب الملايين. قال: ماذا تقصد؟ قال: أقصد البائع الذي في ميدان الجيزة الذي يقوم بالأجهزة. فكان موقفا طريفا للغاية، ففي ذهنه بتاع الجيزة وليس صلاح الدين معركة حطين. موقف آخر طريف: أن كان هناك ساعي بريد، طبعا هذا من زمان، الآن لا يوجد كتابة خطابات، كله كيبورد وإيميل، اسمه صلاح. أنا هو بدين ومعه حقيبة فيها خطابات، طول الطريق يأكل مع سندوتشات، شخصية عجيبة. فالتقيت قلت له: أستاذ صلاح، أستاذ حسن. قال لي: يا دكتور. ما اسميش حسن يا دكتور، أنا اسمي صلاح، افتكرني بصلاح الدين الأيوبي. ده أنا وأنا قاعد على القهوة في امبابة لقيت حضرتك في التلفزيون في القناة الثالثة بتتكلم عن صلاح الدين فالأيوبي. فقلت لهم: ده الدكتور اللي في شيراتون اللي بوصل له الخطابات. إلى هنا الأمور عادية. تدخل في الحديث شاب ممكن عمره 18 سنة 20 سنة، قال: صلاح الدين الأيوبي أحسن واحد بيعمل فطير في بنها. ومضى. أنا صراحة صعقت، يعني هذا الساذج. أنا رحت التلفزيون أسجل حلقة عن بتاع الفطير، أنا رحت أسجل عن صلاح الدين اللي ألفت عنه الكتب، وأنا أسير في الطريق كنت صلاح الدين الأيوبي ده شك يبقى فعلا بائع فطير الأيوبي في بنها، عاصمة محافظة القليوبية. فيبدو أن هناك بائع للفطير والبيتزا اسمه صلاح الدين القليوبي، فمع النطق باسمه الأيوبي بالأيوبي. فصاحبنا أول ما جاء اسمه افتكر كم فطيرة أكلهم. فكان موقفا ما بين صلاح الدين حبيب مريم بتاع الراديوهات، صلاح الدين بتاع الفطير، والعبد لله ضاع بينهما. حتى الأصدقاء الأعزاء الذين يعرفون الأمر يقولوا: إيه عملت إيه في كتاب صلاح الدين الأيوبي بتاع الفطير بتاعك؟ كان مواقف الطريفة. شكرا جزيلا.